السلام عليكم، مساء الخير. تعرفون قصة اليتيم فهد؟ يوم كان عمره 6 سنوات، يعني كان مفروض يروح المدرسة، ما راح المدرسة، راح للصحراء. كان يرعى الغنم عند واحد قاسي، ما راعى طفولته ولا غربته ولا يتمه، وكان يطعمه كل يوم كف من الجراد، يعني ملا كف من الجراد، ما له مقابل الرعي شيء إلا كف الجراد هذا. يوم من الأيام جاع زيادة وفك كيس الجراد وأكل بدون ما يدري صاحبه. عرف سيده القصة هذه، شاله فوق راسه في منطقة صخرية صلبة وضرب فيه على الأرض ووطى راسه وضربه ضرب شديد. سهر فهد تلك الليلة، ما وجد اليد اللي تحنو عليه ولا الأذن اللي تسمع نشيجه وبكاؤه ولا الحضن اللي يحتويه. كان فريد، ما عنده أحد يستشيره، ولذلك عزم على فكرة خطيرة ولكن لابد منها، هي فكرة الهرب. ولكن إلى أين؟ بكى تلك الليلة كثير، ولكنه صمم على الأمر. ولما أصبح طلب سيده منه أنه يرسل له الغنم على دفعات مثل العادة من أجل يسقيها. أرسل الغنم دفعة واحدة ولاذ بالفرار، وهو يعرف أن هذه فرصته الوحيدة هالدقائق هذه، ولذلك لازم يسرع وما يلتفت أبدا. بعدما تعب التفت، ما فيها حد، بدأ يمشي مشي طبيعي، اطمأن نوعا ما، ولكنه قلق من اللي قدامه، وين يروح ولا يدري وين يروح أصلا. كل ما تعب تخيل أمه قدامه، فأعطاه هذا الخيال وقود للمشي. في الليل نام تحت شجرة، ممكن ذئب ياكله، كلاب تنبح، إنسان من دون خبرة في الحياة إيش يسوي يا رب. في الصباح واصل المسير، الظهر شاف خيمة بدو من بعيد، أحس بالأمان فأغمي عليه. شافته امرأة من بعيد وجت تركض له، أخذته المرأة البدوية وجابته للخيمة وغسلته وهدأت من روعه، وقالت له أبشر إن جو جماعتنا والله تشبع تمر إن شاء الله. وينك وين رايح؟ قال لها أمي في بريدة، أبغى أروح لبريدة. فوصفت له الطريق إلى مدينة اسمها الفوارة، وواصل الولد مشوار. طريقه إلى الفوارة طويل، وفي هالطريق أشرف من بعيد على خيمة تبين له أنها خيمة عروس بدوية تزوجت حديثا. كان هاليتيم كل ما قال لي القصة ووصل للنقطة هذه ابتسم بسرور وحبور، لأن العروس أخذته وقصت شعره وأخذت ثوبه وعطته الحافي تلفف فيه، وقعدت تطبخ الثوب لأنه مليان قمل وصيبان. تعرفون الصيبان؟ صغار القمل. وفي المساء جاء زوجها أو عروسها. ترى بالمناسبة كلمة عروس تطلق على الرجل والمرأة، الرجل عروس والمرأة عروس، بعضهم يقول عروس وعريس، ما في مشكلة. كان زوجها صايد أرنب، وين اطبخوا وأطعموا اليتيم وأكلوا وشبعوا ونام ليلة من أجمل ليالي العمر. كانت ليلة تعادل العمر بأكمله. أنا كل سنة أضحي للبنت هذه، ما أعرفها ولكن أضحي له، لأن اليتيم هذا هو فهد أبوي. مرة كنا في الدكان وجاء شاب وسلم على أبوي وقال له تعرف فهد؟ قال أنا فهد. فطلب منه الحل، قال له ذاك اللي ضربك كان أبوي، وطلب أنه يسامحه. سامحه، وكان كل ما ذكره ترحم عليه ودعاله، وما يذكر القصة إلا على سبيل الاعتبار فقط، وكانوا يعطينا دروس نحن للحياة. اللي ضربوه كان من البدو، والمرأة اللي أنقذته كانت من البدو، والمرأة الثانية كانت من البدو، واللي يحضنوه طول الطريق كانوا من البدو. ولذلك من أكبر الأخطاء اللي نقع فيها التعميم. البدو فيهم كذا، الحضر فيهم كذا، الشعب الفلاني أو الجنس أو القبيلة. لا لا يا أخي أبدا، لا تعمم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول البدو هم أصل العرب ومادة الإسلام. تعود أنك ما تعمم، على الأقل في الشر. بعض الناس يقول الخير يخص والشر يعم، هذا غلط يا أخي، المفروض العكس، المفروض الخير يعم والشر يخص. تخص صاحب الشر بنفسه، ما تعمموا على جماعة. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر.